صباح الخير. ليش بتفشل علاقاتنا؟ هل قد سبق وتحمست في بداية علاقة ما؟ بعد فترة من الزمن حسيت إنه العلاقة دي لازم تنتهي، وبدأت تسأل نفسك السؤال المهم: يا ترى مين السبب؟ أنا ولا الطرف الثاني؟ الكاتب جان سيجل أخذ الموضوع هذا وفنده في كتابه لغة الذكاء العاطفي، وكان بيقول إجابة على هذا السؤال لماذا نفشل في علاقاتنا، إنه لو كان الموضوع هذا صار لك لأول مرة فالاحتمال الأكبر إنه يكون من الطرفين، يعني أنت والطرف الثاني فيكم حاجة مش راكبة على بعض. لكن لو الموضوع ده تكرر معك أكثر من مرة وفي أكثر من علاقة، فبالتالي غالبا يكون السبب فيك أنت. فممكن تكون أنت المشكلة، العيشة معاك مش أفضل عيشة، أو ممكن تكون أنت شخص متهور، وبالتالي أول ما تشعر بأي انجذاب أو إعجاب بالطرف الثاني تدخل بيدك وبرجولك. والمفروض أنك تبدأ تختبر مشاعرك قبلها وتشوف هل فعلا الشخص هذا يستحقني ولا لا، وهل فعلا أنا أصلا منجذب ناحية الشخص هذا ولا لا. أو ممكن تكون ثقتك في نفسك مهزوزة، وبالتالي الشخص الثاني ما لقى الأمان اللي يبحث عنه معاك. أو ممكن أنت تكون سيء الطباع، بالعربي يعني خنقته وطفشته وزهقته في عيشته. وبيقول لك جان سيجل في هذا الكتاب إنه الرغبة في إنجاح هذه العلاقة أو استمرارها مش هي السبب الوحيد والكافي لنجاحها أو استمرارها، وإنما إحنا محتاجين للكثير من المهارات عشان تنجح علاقاتنا مع الناس، ومحتاجين نفهم الشخص الآخر بشكل كويس، ومن قبلها إحنا محتاجين نفهم أنفسنا ونفهم احتياجاتنا كمان. بتقول الدراسات إنه الطفل اللي ما يلقى اهتمام من أهله أكثر من ثلث يومه، يعني المطلوب مننا إحنا كآباء وأمهات نهتم بأطفالنا أكثر من 7-8 ساعات في اليوم، الطفل هذا اللي ما يلاقي هذه الكمية من الاهتمامات يكون عرضة مستقبلا لعدم النضج العاطفي، ما يكون عنده نضج عاطفي لما بيكبر. فهل نقدر نقول هنا إنه ممكن الأهالي قصروا؟ هم ممكن يكونوا عملوا كل اللي عليهم، لكنهم ما كانوا فاهمين بالضبط احتياجات الطفل هذا، ولا كانت عندهم الخبرات والمهارات اللي تخليهم يعرفوا إيش يعطوا عشان بكرة لما يكبر ما يكون محتاج أو ناقص لحاجة. وعشان أنهي موضوع اليوم، كل اللي احنا محتاجينه إن احنا نتعلم أكثر مهارات التواصل مع الناس، مهارات الذكاء العاطفي والاجتماعي. تأكد إنه كل المعلومات هذه اللي انت راح تأخذها راح تفيدك بشكل أو بآخر، وإنك لو فشلت في أحد العلاقات فأعتقد إنك أنت محتاج تعيد النظر في العلاقة كلها من أولها لآخرها. فند المشكلة وشوف إيش الأسباب اللي أدت لفشل هذه العلاقة، لأنه الخبرات هذه راح تحميك بكرة في إنك أنت لما تدخل في علاقة جديدة ما تكرر نفس أخطائك في العلاقة اللي فاتت، وبالتالي تفشل من جديد وتجد نفسك إنك كل ما دخلت في علاقة جالس بتفشل فيها. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، يا ترى إيش أسباب فشل علاقاتنا مع الأطراف الأخرى.